مشاهدي قناة صحتي أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج آخر كلام. السياسات الدوائية جزء أساسي من عناصر ومكونات السياسة الصحية في مصر التي تهدف إلى خدمة أفراد المجتمع. فالدواء هو الصناعة المهمة الاستراتيجية المرتبطة بحياة الإنسان وصحته بطريقة مباشرة. النهاردة في آخر كلام معنا علم وعلامة ونموذج يحتذى به في الوطنية والتنمية والبناء والاقتصاد. رجل حمل على عاتقه هم صناعة الدواء في مصر. بدأ عمله من صيدلية خاصة في أسوان مرورا بقطاع الأعمال والقطاع الحر. قدم خدمات جليلة للمجتمع المصري. معنا اليوم حاملا خبرة عريضة ورؤية وطنية متميزة. يسعدنا أن يكون معنا دكتور ثروت باسيلي. دكتور ثروت باسيلي عضو المكتب السياسي بالحزب الوطني الديمقراطي ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى. دكتور ثروت أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. منورنا النهارده معانا في آخر شكرا كلام. جزيلا، ده شرف ليا يا فندم. دكتور ثروت، قبل ما نخش التفاصيل وهموم صناعة الدواء في مصر الكبيرة، بصفتك نموذج رائع ورائد من رواد الصناعة والاقتصاد والوطنية في مصر. دكتور ثروت، يعني عايزة ايه تقول للشباب، ايه معايير النجاح للوصول للهدف، وايه مشاكل الشباب دلوقتي يعني اللي عشان عايزين يوصلوا بسرعة؟ كل إنسان له طموحات معينة، والطموحات بتختلف من مرحلة إلى مرحلة في العمر. يعني الواحد وهو سنه 20 سنة كان طموحاته مختلفة عن ما كان 30، و30 مختلفة عن 40 وهكذا. هو في قاعدة أساسية ما بتختلفش أبدا، إن كل واحد مكلف بعمل محدد في وقت ما لازم يقوم بعمل هذا العمل على أحسن ما يمكن، بحيث إن هو ما يتقالش إنه كان ممكن يتعمل كذا بدل كذا. لا، طالما إن هو اتعمل على أكمل وجه هيلاقي نفسه طالع السلم من غير ما يحس. يعني يتقن العمل اللي هو بيعمله. بالظبط كده، يعني الإتقان الشديد للعمل ولو لوقت محدد. حب العمل وإتقانه. طبعا يعني طبعا. حضرتك يعني الواحد لما يشتغل شغله بيحبها بيدفعه ده لإتقانها أكتر. أنا الحقيقة لم أفترض أبدا إنه في واحد بيشتغل شغله مش بيحبها. يعني أنا عن نفسي أنا كنت من زمان وأنا صغير قد كده. أيوة. كانوا يسألوني أنت عايز تطلع إيه؟ عايز أطلع أجزاجي. كلمة أجزاجي دي ما كانش يعني أنا. يعني حضرتك كان عندك الرغبة دي؟ كان عندي الرغبة دي من وأنا في ابتدائي مثلا. وبعد ما كبرت ودخلت كان يعني مجموعي يؤهلني للدخول لأي كلية وأي مهنة، لكن أنا اخترت الصيدلة لأن أنا كنت بحب الصيدلة. فأنا بعتقد أن برضو الإنسان لما يحب العمل اللي بيشتغل فيه بيتقنه أكتر، لكن حتى المحبة لوحدها ما هياش كفاية. يعني المحبة لازم معاها جهد كبير جدا وإخلاص وتفاني كبير جدا، وإن الإنسان يكون واضح ومحدد الهدف، بحيث ان هو كل ما يوصل لخطوه يجيب اللي بعدها، يعني ينمو ان هو عايز اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. لكن طبعا مش ممكن يجي الواحد في بدايه الطريق خالص ونقول له طب نهايته انت عايز تبقى ايه؟ لا، ما اعرفش. دلوقتي الشباب عايزه توصل بسرعه من غير ما كل واحد يقول لك انا بقالي سنه ما عملتش اللي انا عايزه، فالسنه ده كتير قوي. انا بالمناسبه دي بقالي 49 سنه. فانا لا 49 سنه بشتغل يعني. فنفسي بس اقول للشباب على مهلكوا شويه، عشان خاطر ربما الجري ممكن يجيب تعثر في بعض الأحيان، لكن المشي الواثق الهادي مع بذل الجهد الكبير هو ده اللي بيجيب نتيجة. فكل إنسان ما يبصش، أنت تبص عايز تعرف أنت كويس ولا مش كويس، بص للي في سنك، اللي في سنك واللي في ظروفك، واللي متخرج بقاله عدد من السنين قد تخرجك، او اللي ظروفه زي ظروفك، او اللي بيشتغل في عمل مشابه للي انت فيه، وقارن نفسك في الشريحة دي. هل انت اميز تبقى انسان متميز؟ هل انت زيهم تبقى انسان عادي؟ هل انت اقل؟ لا، يبقى لازم تشد حيلك على الاخر.
طب دكتور، هو بدايات رجال الأعمال في الماضي هل زي بداياتهم دلوقتي ولا في اختلاف؟ انا ما اعرفش، انا اقدر اقول لك عن مهنه الدواء بالتحديد يعني. طبعا انا اتخرجت سنه 61، في نفس السنه اتخرجت في يوليو 61، وفي يوليو 61 نفسه تم تامين جميع شركات الادويه في مصر. فاحنا خرجنا لقينا ما فيش قدامنا غير الحكومه، يا الحكومه يا القطاع العام. وبعد كده اي واحد يعني كان يهرب من انه يقول انا بشتغل اي حاجه تاني. انا جربت طبعا العمل الحكومي لفتره صغيره، هي فتره التكليف كانت سنتين. وما لقيتش فيه الطموح اللي يشبع رغبه الانسان. صحيح الواحد موجود مكلف بعمل بيؤدي عمله بس انا العمل اللي كنت مكلف بيه كنت بخلصه في ساعه ولا ساعه ونص في اليوم وخلصنا على كده. الطاقه اكبر من العمل. طب هقعد اعمل ايه يعني؟ جربت ان انا اخد بعض يعني اخد دراسات او يعني انتسب لبعض كليات اخرى، لقيتها لا تشبع الرغبه اللي موجوده جوايا ان انا عايز اشتغل هذه المهنه. العملي يعني العملي مش الاكاديمي بس. لحد ما انتهيت من فتره التكليف وابتديت بعديها ابتدي عمل خاص. ما كانش العمل الخاص مرحب بيه في ذلك الوقت لان فتره التكليف بتاعتي خلصت بدري. لكن فضلت برضو في العمل الخاص ده فترة، إلى أن في سنة 1976 طلع علينا أول عناوين كده على استحياء شديد بتقول إن احنا هنعمل استيراد بدون تحويل عملة. وكلمة كده كانت أغلب الناس مش فاهماها. معناها إيه؟ استيراد بدون تحويل عملة معناها الآتي: يعني ما يحولوش عملة من البلد هنا يجيبوا بيها حاجة من بره، لا. اللي عنده فلوس بره ممكن يدخل فلوسه دي على هيئة الفلوس إذا كان عايز، أو على هيئة احتياجات للبلد إذا كان عايز. يعني البلد محتاجة، كان في وقتها يعني كانت محتاجة مثلا أخشاب، كان محتاجة مواد بناء، كانت محتاجة مواد غذائية، يعني دخلوا مواد، كانت محتاجة احتياج شديد جدا 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 إلى الأدوية. وكانت الأدوية كان في تعبير مشهور قوي في الصيدليات في ذلك الوقت، اللي ياخد روشتة فيها 4-5 أصناف يقول له ده ناقص وده ناقص وفي ده وده، أو حاجة زي كده. وما كان من الصعب جدا إن واحد يروح يصرف روشتة كاملة من أجزخانة واحدة أو من أجزخانتين، كان لازم الناس تقعد تلف. فطبعا في ذلك الوقت كان في احتياجات كثيرة يعني. احنا طبعا لان احنا لامسين القصة دي بايدينا بصوابعنا وموجودين جواها، فابتدينا نحاول ان احنا نجيب الادوية اللي الناس محتاجاها اكتر حاجة. اخذنا توكيلات لبعض الشركات، كانوا الناس بتهرب الادوية بتاعتها بتجيبها مهربة. فطبعا اول ما توفرت بشكل رسمي وطبيعي ومسعرة تسعيرة جبرية عن طريق وزارة الصحة، فكان ده يعني العلبة اللي كانت بتيجي ب7 جنيه سعروها لنا ب95 قرش. ومع هذا بعد ما كانت ب7 جنيه ومش متوفرة بقت ب95 قرش ومتوفرة. ابتدينا نمشي في هذا. يعني زاد الانتاج. يعني مش ما كانش انتاج، كان استيراد في الاول. ايوه. ابتدينا نمشي في هذا لحد ما قلنا الله، طب دلوقتي توفر سوق يكفي ان احنا نعمل الحاجة هنا بدل ما نستوردها من بره. ناخد حضرتك من اوائل من عمل المصنع. اول واحد مصنع. اول شركة، اول مصنع. احنا كنا قطاع خاص في مصر. حضرتك كان سنة كام يا فندم؟ هو احنا بدأنا في اجراءاته سنة 78. وخدنا اول قرار بانشائه سنة 81، وتم انشائه بعد كده وافتتح بعديها بسنوات. فهو طبعا الكلام ده كان يعني احنا 81 دلوقتي يعني 29 سنة. فالكلام ده تاريخ يعني. لكن ما هو تاريخ. حضرتك رائد من رواد صناعة الدواء. مش رائد ولا حاجة، لكن انا عايز اقول حاجة، انا بقول التجربة اللي احنا عاصرناها يعني. احنا فوجئنا ساعة ما جينا نقدم على ان احنا ننشئ مصنع دواء، انه بيقول لك لا، الدواء ده سلعة لا تترك في يد القطاع الخاص، عشان دي سلعة استراتيجية
والقطاع الخاص ممكن يلعب بيها. طبعا حاولنا نلغي هذا المفهوم، فانا رديت عليهم رد بسيط خالص، قلت لهم انتوا عندكم طب شركه القطاع العام المصريه اللي بتستورد ايه هي؟ الشركه المصريه لتجاره الادويه، شركه قطاع عام وكيله لعدد من الشركات الاجنبيه، عددهم كام؟ 222 شركه اجنبيه. امسكوا ال 222 شركه اجنبيه هتلاقيهم كل ال 222 دول شركات قطاع خاص. يبقى مين اللي قال ان مفيش قطاع خاص؟ اذا كان المنبع اللي انتم بتستوردوا منه اصلا قطاع خاص، اشمعنى يبقى حلال للاجانب وحرام علينا؟ وطبعا المناقشه اللي انا بحكيها في الدقيقتين دي خدت 3 سنين لحد ما في الاخر وقدمنا مذكرات وبيانات ومش